أسعار فايدة جديدة واجتماع البنك المركزي المصري شهر أغسطس 2025 ومصير الشهادات الجديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر. تعال نشوف التفاصيل الجديدة، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك للفيديو عشان يوصلك مننا إشعار بكل فيديوهاتنا القادمة. والناس اللي بتقول ما بيجيش إشعار من القناة، لأن حضرتك لازم تنزل أسفل الفيديو وتلاقي علامة اللايك، اضغط لايك للفيديو يوصلك مننا كل الشهادات الجديدة وكل أسعار الفايدة الجديد. بعد ما تضغط لايك تعالى بقى بينا نتعرف على الفيديو الجديد. بس في الأول كده تعالى إن جات لنا أسئلة كتير عن الشهادة اللي أصدرها بنك مصر أمس، وليه أصدرها بنك مصر في هذا التوقيت، وهي شهادة يومياتي. أولا الشهادة دي هي بعائد 23.75% ويصرف العائد يوميا. الشهادة دي للأفراد الطبيعيين مثل المصريين والأجانب. مدة الشهادة بتكون 3 سنوات. الحد الأدنى لربط هذه الشهادة هو 1000 جنيه. العائد هنا بيصرف متغير، يصرف العائد يوميا. طب تعالى نتعرف على مزايا وعيوب الشهادة. مزايا وعيوب الشهادة: يمكن الاسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 شهور، وأيضا يمكن الاقتراض بضمان الشهادة. سعر العائد هو 23.75%، لكن العائد هنا بيصرف يوميا. طب السؤال هنا، ليه أطلقها بنك مصر أمس؟ لأن هنا العائد متغير ومرتبط بأسعار فايدة من البنك المركزي. يعني أي اجتماع للبنك المركزي ليس مؤثر للشهادة من ناحية البنك، ولكن مؤثر من ناحية العميل، لأن في حالة انخفاض أسعار فايدة من قبل البنك المركزي المصري عند اجتماعه هيكون في تخفيض أسعار فايدة على الشهادة يومياتي اللي هي 23.75%. لذلك الشهادة دي هيكون مؤثرة من ناحية العميل في حالة التخفيض، لأن هيكون في تخفيض أسعار فايدة على الشهادة بتاعة العميل. وده زي اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 اللي بيجتمع فيه البنك المركزي اليوم لتقرير مصير أسعار فايدة. والبنك المركزي في الاجتماع السابق ثبت أسعار فايدة، لكن الاجتماع ده مختلف شوية، لأن معظم العملاء بيتخوفوا، لأن التوقعات كلها رايحة ناحية التخفيض من 1% إلى 2%. وفي حالة طبعا التخفيض هيكون هناك تخفيض لأسعار فايدة أيضا على الشهادات، وهيكون تخفيض الشهادات من قبل البنك الأهلي وبنك مصر، أعلى شهادات موجودة في مصر، وأيضا معظم البنوك العاملة في مصر. وده شفناه في الاجتماعات السابقة اللي خفض فيها البنك المركزي الفايدة. على أثره تم تخفيض أسعار فايدة من قبل البنك الأهلي وبنك مصر ومعظم البنوك، وأيضا تم إلغاء بعض الشهادات اللي هي كانت شهادات السنوية الموجودة في البنوك. وخلال ساعات قليلة هننزل فيديو بأسعار فايدة الجديدة اللي هيطرحها البنك المركزي، وأيضا كل الشهادات اللي هيتم تغييرها في حالة تخفيض أسعار فايدة هننزلها على القناة. كل اللي عليك انت تشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك للفيديو ويوصلك مننا إشعار بكل الشهادات القادمة في حالة أي تغير أسعار الشهادات. وكمان هنحسب الشهادات وهنحسب مبالغ زي 100,000 جنيه في كل البنوك وكل الشهادات. كل اللي عليك تشترك وتفعل الجرس واللايك للفيديو. انتظرنا فيديو قادم هيكون هام جدا.